المعروف بدليله، الهادي إلى سبيله، الصادق في قيله، المشكور على كثير الإنعام وقليله، الذي تسبح الأصوات إذا عجت، والسحائب إذا ثجت، والمياه إذا سكبت أو ارتجت، والقلوب إذا صبرت على البلاء أو ضجت، رافع السماء وبانيها، وساطح الأرض وداحيها، ومثبتها بالأوطاد وفي نواحيها، والعالم بما يحدث في أقاصيها وأدانيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أحمده على فضله الشامل، وأشكره على إحسانه الكامل، وأؤمن به إيمان مخلص معامل، وأعترف له بنعم لا أحصيها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ظهر نورها ولاح، وغدا برهانها وراح، وأشرق هداها في مساء وصباح، واكتسب قائلها شرفا وأتيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله وحق دائر، وقديم الصوائب آثر، فقمع الباطل بالحق الظاهر، ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تمتد على ممر الزمان وتواليها، وعلى صائبه في الضيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الثابت في الشدة والصابر على البلاء بنفس مستعدة، والقائم في مقام الوحدة وحده يوم مرده، والمخصوص بفضله الغار فماذا يدانيها، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المنفرد في شدته بين أصحاب، الموفق يوم بدر لإصابة الصواب، المتكلم بلسان الغيرة حتى ضرب الحجاب، الذي شاد أركانها وأمر معانيها، وعلى عثمان شهيد الدار رضي الله عنه، القائم في الأسحار، الصائم في النهار، المخلص في الأسحار، جامع صور القرآن وحاويها، وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذي العلم والزهادة والحريص على طلب الشهادة، وجامع العلم والأمال والسيادة، المطلع على دقائق العلوم ومعانيها، وعلى أزواج النبي الطاهرات المبرآت من العيوب، وعلى التابعين لهم في إخلاص الأعمال وصفاء القلوب، ما ترددت الشمس بين الطلوع والغروب، واستتار النجوم وبدا باديها، وشرف وكرم ومجد وعظم. عباد الله، تدبروا القرآن المجيد، فقد دلكم على الأمر الرشيد، وأحضروا بقلوبكم لفهم الوعد الوعيد، ولازموا طاعة ربكم فهذا شأن العبيد، احذروا غضبه كم قسم من جبار عنيد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. أين من بنى وشاد وطول، وتأمر في الناس وساد في الأول، وظن جهلا منه أنه لا يتحول، عاد الزمان عليه سالبا ما خول، فسوقوا كأسا مرا على إهلاكهم أول، أفعينا بالخلق الأول بل هو في لبس من خلق جديد، فيا من أنذره يومه وأمسه، وحادثه بالعبرة قمره وشمسه، واستلب منه ماله وولده وأخوه وعرسه، وهو يسعى للخطايا مشمرا وقد دنا حسبه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من الحبل الوريد. أما علمت أنك مسؤول عن الزمان، مشهود عليك يوم تنطق الأركان، محفوظ عليك ما فعلت في زمن الإمكان، محاسب على خطوات القدم وكلمات اللسان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيا من يرى العبرة بعينه ويسمع الموعظة بأذنه، والنذير فقد وصل إليك وكلماته تحصى عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكأنك بالموت وقد اختطفت اختطاف البرق، ولم تقدر على دفعه عنك بملك الغرب والشرق، وندمت على تفريطك بدت ساع الخلق، وتأسفت على ترك الأولى والأخرى أحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تعيد،
ثم ترحلت عن القصور إلى القبور على رحائل الفتور والقصور، وبقيت وحيدا على ممر العصور كالأسير المحصور، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد، فحينئذ أعاد الأجسام من صنعها وضم شتاتها بقدرته فأسمعها، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيهرب منك الأخ وينسى أخاك، ويعرض عنك الصديق ويرفض ولاك، ويجافيك الحبيب في صباحك ومساك، وتلقى من الأهوال ما أجزأك وساءك، وتنسى أولادك ونساءك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاؤك وبصرك اليوم حديد، وتجري دموع الأسف وابلا ورذاذا، وتتقطع الأكباد من الحصرات أفلاذا، وترهب لهب النار على الكفار فتجعلهم جدادا، ولا يجد العاصي ملجأ ولا ملاذا. وقال قرينه ماذا ما لدي أتيت، فيجازى العبد بفعله ولا يظلم، ويتحسر الغافل على ما جناه ويندم، وتسيل الدموع من الأجفان كأنها جرت على دم أو دم، ويمر المولى بأخذ العصاة وإن عدم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وتقوم الزبانية إلى الفجار وتتبادر، وتسوقهم سوقا عنيفا والدمع يتحادر، وتثيب النار وثوب الليث إذا شجر، فيذل عند زفيرها كل من عز وفاخر، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، وينصب الصراط في أصعب الأماكن، وتنزجع لوضع الميزان قلوب السواكن، ويقع الخصام بين البياع والمبتاع في أعجاب المساكن. قال قرينه ربنا ما أطغته ولكن كان في ضلال بعيد، فيقول الحق عز وجل قد أزلت المطل والتي، وفصل هذا الأمر كله علي، وانتصاب المظلوم من الظالم علي. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أما أمرتكم بتحليل الحلال واجتناب الحرام، أما وعدتكم بهذا اليوم في سالف الأيام، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فيا لهذا الهول المهول الذي يحار فيه العاقل والجهول، وتزهق الأبصار وتذهل العقول، يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد. ذلك يوم ثبور المنافقين وسلامة الصادقين وفوز السابقين، والنار قد انطبقت على الفاسقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فيا عثرة العاصين على صعب تلاقيها، ويا حيرة المخلصين لقد تكمل صافيها، إذ دخلوا جنة أشرق ظاهرها واستنار خافيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فانظروا عباد الله فرق ما بين الفريقين بحضور قلب، واستربوا زمان الصحة أينما سلب، فاللذات تفنى وتبقى العار والثلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد. عباد الله إن شهر رمضان قد انصرم والمحق وتشتت نظامه بعد أن كان اتسق، فكأنكم قد به رحل وانطلق، يشهد لمن أطاع على من فسق. وقد أخبركم وشيكه بانطلاقه، فأين الحزن لرعينه وأين الفرق لفراقه وأين القلق. ما كان أشرف أحوال بين صوم وسهر، وأسفا لأوقاته بين آفات القدر. ما كان أرق للقلوب على اشتغالها بالآيات والصور، أما طيب المناجاة فيه بين وسط الليل والسحر. وما كان أضواء لياليه في جوف الغسق، فيا ليت شعري من قام بواجباته وسننه، ومن الذي اجتهد في عمارة زمنه، ومن الذي أخلص في سره وعلنه، ومن الذي تخلص من آفات الصوم وفتننه، ومن الذي قرأ فيه باب التوبة وطرق. أين المقبول هنيئا لك بثواب تثاب به، وبشراك إذا أمنك رب من عقابه، وطوبى لك حيث استخلصك لبابه، وفخرا لك حين شغلك بكتابه. فاجتهد في بقية شهرك الذي قد ذهب، فرب مؤمل للقائه مثل ما قدر له ولا اتفق. فيا أيها المطرود في شهر السعادة،
خيبة لك إذا سبق السادة ونجى المجتهدون وأنت أسير الوسادة وانسلخ عنك هذا الشهر وانسلخت من قبيح العادة فأين تلهفك على الهفوات وأين الحورق فيا إخواني قد دنا رحيل هذا الشهر وآن فرب مؤمل مثل لقاء مثله خانه الإمكان فودعوه بالأسف والأحزان واندبوا عليه بألسن الحسرة والأشجان السلام عليك يا شهر رمضان السلام عليك من محب أو داب ذي القلق السلام عليك يا شهر ضياء المساجد السلام عليك يا شهر الذكر والمحامد السلام عليك يا شهر المتعبد الزاهد السلام عليك يا شهر الزرع والحاصد السلام عليك يا شهر الراكع الساجد فيا أسفا على من اجتمع فيك من الخيرات والتسق السلام عليك يا شهر التراويح السلام عليك يا شهر المصابيح نرجو لخطايانا غفران المريح السلام عليك يا شهر المتجر الربيح السلام عليك يا شهر المتبر من كل فعل قبيح السلام عليك من مودع بتوديعك نطق سلام من الرحمن أي سلام من الرحمن كل أواني سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني لقد كنت يا شهر الصيام منورا لكل فؤاد مظلم وجنان تعبد فيك المسلمون فأقبلوا على ذكر تسبيح ودرس قرآن فيا أسفا حزنا عليك وحرقة تزيد على الأعوان كل أواني لقد فنيت أيامك الزهر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني فيا أيها الشهر المبارك كلنا شفيعا إلى الديان كن مداني إذا قال الجبار جل جلاله هلم إلينا أيها الثقلان هنالك تتلو كل نفس كتابها فويل لمن زلت به القدمان فطوبى لمن بادر في باقي ساعاته والتفت في وقته واجتهد في مراعاته وأثبت في باقية شهره بهذا الإخلاص طاعته واعتبر بمن أمل من أن يرى مثل شهره قبل مماته فتضرمت نار أجله في عود أمله فاحترق أين من كان معكم من العام الماضي رحم الله أما قصدته سهام المنور قواضي فاختلى في لحده بأعماله المواضي وكان زاده في جميع ماله العنوط والخلق رحل والله عن أوطانه وضعا وانجزع عن أهله الوطن وأدرج في لحده أسير الحزن ولم ينفعه ما جمع وما خزن وتمنى أما أن يعاد ليزداد من الزاد لكن لقد هتف به هاتف الإنذار وما قطن وأسمه الهوى عن نصيح لقد صدقه فتيقظ أيها الغافل وانظر بين يديك واحذر أن يشهد عليك شهر رمضان بالخطايا عليك وتزود لرحيلك وانتصب الأخرى بين عينيك واستعد للمنايا قبل أن تمد بيدها إليك قبل أن يوثق الأسير ويشتد الزفير ويجري العرق اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجبر كسرنا على فراق شهرنا هذا بغفرانك واجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك وهب لنا نصيبا من وجودك وامتنانك ولا تقطعنا ما وعدتنا من جزيل إحسانك واجعل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين أعدائك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكفنا من شر الشيطان والوسواس وألهمنا اللهم عمارة الأرماس وارحمنا فأنت خلقتنا إذا أذقتنا مرارة الكاس اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وألهمنا واستدراك الهفوات وأثبتنا بقول صومنا عن اللذات ولا تخذلنا يوم انقطاع الذوات إذا نادى الأعضاء منادي الشتات واستجب منا صالح الدعوات وامحو عنا خطر الخطوات وهب لنا في الدنيا لذة المناجاة وفي الأخرى سرور النجاة وزل لنا جزيل الصلاة على مرفوع صلوات وارحمنا إذا رحلنا عن أهل الحياة إلى أهل الممات ونزلتنا في ألحادنا وطارقات الممات وآترنا عجائب
الصفات في الكيفيات، ونجنا يوم العبور على صراط يوم تنكسب العبرات، إذا نادى المنادي بين الفريقين فقطع طمع أهل الزلات. أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعل معتدنا عليك وحوائجنا إليك، وتضرعنا إلى يديك، ووقفنا بين يديك، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافر إلا سلمته، ولا غريبا إلا وديته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طريقا إلا سهلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ضالا إلا أرشدته، ولا جاهلا إلا هديته، ولا غريقا إلا نجيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا باغيا إلا كفيته، ولا مجتهدا في الخيرات إلا أعنته. اللهم اخصص بركات دعائنا لوالدينا والمولدين والحاضرين والغائبين، وما سألناك من خير فأعطنا، ومن لم نسألك فابتدئ بنا، وما قصرت عنه أعمالنا من الخيرات فبلغنا بفضل الكريم وجودك العميم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.